بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر بي ان سبورت، طابت اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في هذا الموسم الجديد، موسم 2024 2025. لقد انطلق البريمير ليج ايها الاحباء. لمن لديه ذكرى من كارثة هيلزبرو، لمن اصيبوا بالدهشة وهم يرون نسخة ارسنال التاريخية، ولأولئك الذين كانت قلوبهم ترتجف عندما ينظر السير إلى ساعة لحظات قليلة قبل العاصفة، لمن لا زال يبكي على أيام الملياردير الروسي، لمن أغاثهم رانييري أملا في هذه الحياة ومنحتهم احتفالية مايك دين ابتسامة مريبة، لمن يلهثون وراء النهايات المتقلبة وقد بترت وتمزقت قلوبهم حينها عند هدف أغويرو السينمائي. المحاولة في الدقائق الأولى لمصلحة ليفربول الذي يقطع المقدمة من أجل أن يقدم نفسه هنا في بداية هذا الموسم. محاولة كرة للأمام لكن أيضا تغطية موجودة. ليفربول إبسويتش تاون أيها الأحبة هنا في إطار مباريات الجولة الافتتاحية الأولى هنا من بطولة البريمير ليج. ضربة البداية مشاهدينا، أيضا الانطلاقة السريعة بنز يحاول لكنها تغطية موجودة على طول من جانب أرني سلوت. هنا محاولة كرة في انطلاقة ثم بعد ذلك صافرة موجودة. حكم المباراة وانسيبي بعد ذلك لمسة للأمام لكنها أيضا تغطية موجودة ثم بعد ذلك حكم المباراة هنا مباشرة تم الإبعاد في اللقطة الماضية. ترجع مرة أخرى خطأ واضح، دفاع كبير من جانب إبسويتش تاون، بل هي تمريرة عرضية من صلاح ولكن الدفاع يتدخل. تغطية ممتازة. فار هنا أبو الحلول لكن الكرة طارت من أمام صلاح. الكنترول باتجاه دياز باتجاه صلاح. طلق صلاح، توغل صلاح. محمد من الجهة اليمنى يبحث عن المرور لكن التغطية على طول موجودة من أمامه. لعبة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. ارتداد الآن، الارتداد هوتشنسون، طلق هوتشنسون، توغل هوتشنسون. خطيرة عن طريق الجامايكي. واحد على واحد هوتشنسون ولكنه أليسون. انطلاقة على طريقة العدائين، على طريقة الكرة مرة أخرى في نص الملعب. هنا الانطلاقة، انطلق صلاح في الجهة اليمنى يحاول فيها صلاح لكن بعد ذلك صافرة موجودة. هنا أمامنا على الصورة سوبوسلاي ماكاليستر، وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ. طلق ديوغو جوتا من اليسار يحاول فيها جوتا، تأتي على طول موجودة من أمام الكرة. بعد ذلك تحولت كرة ملعوبة عرضية بالراس خطيرة لكنها سهلة تأتي موجودة. هفوة من جانب المدافع. زحمة في نص الملعب. كرة من دييغو جوتا ثم بعد ذلك صافرة تيا لمصلحة التراكتور بويز وخطأ لإبسويتش. الكرة العرضية بالراس ولكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. ضاعت للتراكتور داخل المنطقة. بريمير ليج عرضية هذه المحاولة المغلقة. هوتشنسون يحاول، دياز بعد ذلك خطأ. صافرة موجودة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ. المدرب الهولندي أرني سلوت. كرة فيها صافرة موجودة. حيلتهم الكرة ملعوبة عرضية خطيرة في القائمة الثانية بالراس ولكنه العملاق البرازيلي. هذه الأخطر في المباراة. نعم، لمسة بالكعب جميلة. يحاول فيها لمصلحتنا بكل تأكيد. هذه العرضية، البحث عن الكرة العرضية. تأتي الكرة العرضية لكن أيضا تغطية موجودة على طول. ليفربول الآن كرة عرضية. صلاح يحاول، أرنولد حاطها ولكن إلى خارج الملعب بعيدة جدا إلى ضربة مرمى. كوانسا صفر تيم روبنسون. واعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي في انتظار شوط ثاني أفضل وأجمل من جانب الفريقين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى. العودة إلى طارق الحماد. طارق تفضل لك الكلمة. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، عودة بكم ولحضراتكم من جديد إلى أجواء ملعب البورتمان رود.
تحت هذه الأنغام سينطلق شوط المباراة الثاني. انتظار نغمة سلوت الخاصة وبصمته هنا في أيامه الأولى، بل في يومه الأول كمدربا لليفربول في أول مباراة رسمية. شوط أول بالنسبة للعشاق والمحبين للريدز لم يكن مرضيا أبدا. صلاح يحاول هنا، فعل جوتا. قطار ليفربول نحو استعادة التاج، يعلن انطلاقته من محطة انجلترا الشرقية. دييغو جوتا يسجل، جوتا يعوضهم هنا في الدقيقة 60. ليفربول يسجل أولى أهداف الموسم. جميلة كانت التمريرة من جانب أرنولد. صلاح هل كان متسللا؟ هنا السؤال. صلاح على طول أهداها باتجاه جوتا، هذه المرة في الزاوية البعيدة، هذه المرة في الشباك، هذه المرة صعبة عليك يا أولتون. الله يا دياز، الله على الاستلام، على الكنترول، لكن التمرير أو التسديدة جاءت بعيدة جدا إلى خارج الملعب. شوف الاستلام هنا، أرنولد غير معقول. العرضية قد تأتي الآن، العرضية بالراس غير معقول. أرنولد طويلة سريعة ممتازة من جانب سام مرسي، ثم بعد ذلك ساطرة موجودة وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. ديفيز توغل ديفيز ثم لمسة. أحيانا أن الكرة تهرب من أقدام اللاعبين. كينسون أمام 3 مدافعين، لمسة باتجاه ديفيز، المرور رائع. ديفيز يتوغل، خطيرة بالمحاولة، فان دايك وركلة جزاء. روبنسون يا روبنسون، ماذا يقول؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ كان متسللا لكن التدخل غريب من فان دايك. الكرة ملعوبة طويلة عالية من فان دايك. جميع الله على الاستلام يا صلاح، على الكنترول في اللقطة الماضية. جميلة هذه المحاولة خطيرة للراس، والثاني إنه رجل البدايات. ليس هنالك أفضل من أن تكون البداية بأقدام صلاح. إنه يكسر أرقام الأساطير ويضع نفسه أولا. صلاح يسجل هدف التاسع في البدايات. 2-0 لليفربول، 2-0. انفجر ليفربول في شوط المباراة الثاني. التمريرة، اللمسة الجميلة، الكنترول، الاستلام، بعد ذلك التمريرة، ثم بعد ذلك الكرة من أمام صلاح. في مثل هذه الأماكن لا يفوت، في مثل هذه الأماكن لا يمكن أن يفوت. في اللقطة الماضية هنا الحطة، هنا الضربة، هنا النهاية السعيدة. هنا صلاح ملك البدايات، رجل البدايات. اهلا بيكم متابعين مو سبورتس في كل مكان. لو دي اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده ميعادنا مع السبت الممتاز، يعني البريميوم ليج، يعني صلاح بقى والرجاله في ليفربول، وهالاند والرجاله في السيتي بالليل، وهنختم اليوم بماتش برشلونه اصلا كده. النهارده عندنا ماتشات كتير قوي، ده غير ان في نص اليوم في نهائي السوبر ما بين النصر والهلال. يعني هنشوف بقى السي هيعمل ايه وسالم الدوسري والرجاله. النهارده يوم كروي، وجبه دسمه كده، الواحد عايز يقعد من 2 ل 2 بالليل ما وراهوش حاجه. لذلك يوم السبت انا بحب ان هو يكون اجازه جدا ليا، وافتح بين سبورت واتعامل. بتبدا المباراه النهارده بالليفربول وإف سي سويتس. بتبدا المباراه النهارده بالليفربول وإبسويتش سيتي، اللي الكابتن بتاعها ابننا سام مرسي، ابن مدينه اسكندريه، واللي مشرفنا بره وجوه هو وصلاح. تبدا المباراه في الشوط الاول بضغط قوي من ليفربول، هجمات كتير، وتحس ان الرجاله كلها اتعدت من داروين نونيز، كله بيضيع. لويس دياز بيجي له كوره قدام الجون بيضيع، ديجو جوتا بيشوط بره، وصلاح مش في الفورم قوي في الشوط الاول، وبتخلص الكوره بهجمات من هنا وهجمات من هنا، وإبسويتش بيروح بكام هجمه خطيره. ولكن أليسون الصراحه النهارده عامل ماتش عالمي، وكله يكون بقى اللي مكابتن صلاح والرجاله دي في الفانتزي. يعني هو مفيش غير هالاند اللي الكابتن يا جدعان. هالاند واحد بس، يعني
الحوار خلصان، مفيش غير هاندل على الكابتن. بينتهي الشوط الاول بتعادل 0-0، وكوانسا بيكون عامل اداء سيء، فالمدرب بيسحبه بين الشوطين وبيرجع كوناتيه، وليك عقده يا راجل ولا شفناك مع منتخب فرنسا ولا حاجه، وبيلعب عليك الواد ساليبا وميكانو، فكويس ان كونتي رجع، وبنرجع لكونتي وفان دايك وارنولد وروبرتسون، والفريق التشكيل الاساسي موجود، وجرافنبرخ عمل اداء كويس، وماك اليستر ظابط نص الملعب الصراحه، وسوبوسلاي رغم انه متصاب بس بيأدي اداء كويس. يبدا الشوط الثاني، ليفربول نازل يلا عايز يخلص الماتش، يلا الفرقه عملت علينا شوط كويس بس عايزين احنا نكسب في الاخر، هجمتين مرتدتين، واحده ارنولد بيصنعها لويس دياز اللي بيحاول يشمس الجون كده ويستعرضها وبيحطها لكن بتيجي فوق الجون، والهجمه الثانيه انفراد بصلاح ولكنه ما بيأننش فيها وبيعرضها لديجو شوتا اللي بيسجل الهدف الاول وبيحتفل احتفال جامد جدا، وبهجمات خطيره من ابسويتش سيتي بتروح على الجون ولكن اللعيبه بتضيع واليسون بيصد والدنيا تمام يعني. وبس كده يا حبايب قلبي، تنتهي المباراه من ليفربول وابسويتش سيتي بفوز ليفربول. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو اللي جاي ما بين ارسنال الساعه 7، فما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.